السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم اخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي أحسن حال. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وحبايبكم بصحة وخير وسعادة يا رب العالمين. اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم آمين يا رب العالمين. يلا بقى ندخل الفيديو بتاعنا ونشوف هنعمل ايه. دي كده جاري شافها عندي على القناة وقال لي لازم هجيب لك الحاجات بتاعتها، انت عايزة ايه علشان تعملي لي زيها؟ قلت له هات لي ربع كيلو من السمنة، وهات لي 2 كيلو من الدقيق، وكيلو من اللبن، وكمان جبن الخميرة. وهنعمل له ايه بقى؟ هنعمل له احلى شوية قرص طرية. هو شافهم بصراحة وعجبوه، فقال لي انا عايزك تعملهم لي زي ما انت عاملاه. جبت الخميرة بتاعتي كده، انا حطيت الخميرة البيرة، ما بحبش بصراحة الخميرة الفورية قد ما بحب الخميرة البيرة. حطيت عليها معلقة من السكر، وحطيت عليها شوية مية دافيين وركنتها على جنب كده. معايا هنا الدقيق، ومعايا السمسم نقيته، ومعايا معلقتين من السكر، ومعايا معلقة صغيرة من الملح. وهقلبهم كلك كده مع الدقيق زي ما انت شايفة بالطريقة دي. آه اللهم صل على النبي. اللبن حطيته على البوتاجاز يدفى، وكمان السمنة بتاعتي سخنت. وهاخد بقى كده وهقلب معايا زي ما انتم شايفين كده. اقلب يعني هبسس السمنة بتاعتي كده، ابسها مع الدقيق. مش هينفع بقى بالمعلقة، هننزل بقى بايدينا كده ونقلب الدقيق بتاعنا كويس. طبعا انا كنت محتاجة طبق اكبر من كده، بس بصراحة انا عندي يا الكبير قوي يا الاصغر من ده. ما عنديش ان هو اللي يكفي ال2 كيلو دقيق، الا هو ده بس. فبالراحة كده لحد بس هي هتلم معايا، وهيبقى الطبق ده كبير كمان. بس هي حكاية الفرك دي اللي بتعوز حاجة واسعة شوية. لكن انا بصراحة عندي العجانة كبيرة وكبيرة جامد يعني. فخدت كده شوية من اللبن كده، اللبن بتاعي سخن، مش سخن اللي هو السخن قوي يعني، دافي. وبلم في الدقيق بتاعي كده بعد ما بسيت السمنة مع الدقيق. والخميرة بتاعتي كمان ما شاء الله عليها هيت. أنا بصراحة بفضل الخميرة البيرة عن الخميرة الفورية، خصوصا كمان في جو الشتاء ده، لأن الجو تلج، وعلشان خاطر ترفع معايا على طول. وبسم الله ما شاء الله. هلم بقى العجينة بتاعتي كده، وانزل باللبن شوية شوية لحد ما اشوفها هي هتعوز قد ايه. حبة حبة كده، وانزل باللبن بتاعي. بصراحة هي أخدت اللهم صل على النبي، أخدت الاتنين كيلو من الدقيق، أخدوا الكيلو اللبن كله. طبعا كل دقيق بيختلف، لكن ده بصراحة شايفين أخد الاتنين كيلو دقيق، أخدوا الكيلو اللبن كله. وطلعت معايا العجينة ناعمة وزي العسل. هنزل بقى كده على الأرض. بصراحة أنا ما بحبش عجن الرخامة ده خالص خالص، لأن أنا متعودة دايما إن أنا أعجن على الأرض، منها وإليها نعود. فانا بصراحه ما برتاحش في عجن الرخامه ده خالص خالص، يعني بتلاقيني كده ملخومه وبلم ومش عارفه ايه. لكن انا احلى حاجه عندي في العجن اللي هي عجن اللي على الارض ده. بتحكم بقى في الطبق بتاعي، بتحكم في العجينه بتطلع معايا في ثواني. لكن الرخامه ديت ما بحبش انا عجن الرخامه بصراحه. يعني انا بشوف ناس كتير بتعجن على الرخامه لحد ما تخلص العجن بتاعها. انا دايما بعجن على الارض من اول العجن لحد اخره. بس انا حبيت بس اصور معاكم كده المكونات بتاعتي فوق. لكن بطبيعتي انا ما بعملش اي حاجه الا كله على الارض. وبلم زي ما انتم شايفين كده. الشويه اللي كانوا ناشفين معايا مش هحط لهم لبن ولا ميه، لان العجينه بتاعتي بسم الله ما شاء الله، لو انا حطيت ميه للشويه اللي كانوا في القعر دولت هتبقى طريه مني. لميتهم كده في قلب العجينه بتاعتي، وبسم الله ما شاء الله شايفين العجينه زي الملبن، عجينه ناعمه، عجينه حلوه. لا هي ناشفه قوي ولا هي طريه قوي. عجينه كده لما اجي افردها ما تلزقش معايا ومرتاحه. هغطيها بقى كده، تقل عليها الغطا بقى، حط بطاطين، حط اللي موجود عندك كله في البيت علشان تخمر معاكي. بسم الله ما شاء الله شايفين العجينه بتاعتي، يعني انا نسيت اوريها لكم وانا بفتح الكيس. كانت ما شاء الله عليها، شايفين العجينه زي الفل وناعمه وجميله وزي العسل. بقطع بقى الاول كده، هعمل اللي هي المدوره، وبعد كده هعمل القراص اللي هي الاشكال. اللهم صل على النبي. شايفين العجينه ماشيه معايا زي الفل ما شاء الله، لا بتتلزق ولا اي حاجه، وما شاء الله عليها العجينه شبعانه خمر. لان زي ما قلت لك انا بحب الخميره البيره، وكل واحد طبعا على حسب ما بيرتاح. يعني في ناس بتستخدم الخميره الفوريه وتطلع معاها زي الفل. يعني انا بنتي بتقول انا بعمل بيها بتبقى حلوه، بس بصراحه انا ما بقتنعش قد ما بقتنع بالخميره البيره بتاعتنا، بتاعت امي وبتاعت الناس بتاعت زمان. فانا متعوده عليها. عملت كده شوية من القرص اللي هي المدورة، وهعمل معاكم بقى القرص اللي هي المشكلة.
علشان ما اطولش عليكم وقت الفيديو. اللهم صل على النبي. القرص المشكله ديت بتقطعي القطع بتاعتها كبيره زي ما انت شايفه بالطريقه دي. شايفين العجينه وجمال العجينه بصراحه، والتخمير بتاعها زي الفل ما شاء الله. هقطع بقى كده كام كوره من اللي هي الكبيره ديت علشان نعمل بيها القرص بتاعتنا المشكله. والعجينه ما شاء الله طالعه معايا زي العسل. واتمنى لو وصلتوا معانا لحد هنا ما تنسوناش في لايك وشير للفيديو. ربنا يبارك لي في عمركم، احلى اخوات في الدنيا كلها. شكرا لكم وشكرا لتعليقاتكم الجميله، دايما منوريني ومشرفيني تعليقاتكم الحلوه. ربنا يبارك له في عمركم يا رب. اللهم صل على النبي. بفرد كده زي ما انتم شايفين، بتفرديها مستطيله، بتفرديها مدوره. المهم ان انت بتفرديها وما ترقريهاش قوي يعني، علشان خاطر ما تبقاش برضو معاك اللي هي الناشفه. بفردها كده كويس كلها سوا بعضها زي ما انتم شايفين بالطريقه ديت، وبجيبها كده على بعضها وبضغط عليها كده وبالقطاع عندك، وبتقطعي زي ما انت حابه بقى زي ما انت شايفه بالطريقه دي. دي بصراحه انا بحب ديت اكتر. ليه؟ بتحشيها بقى انت جبنه، بتحشيها اي حاجه تبقى معاكي حلوه وبتتفتح كده لوحدها وجميله وزي الفل. هوريها لك في اخر الفيديو ما شاء الله عليها. شايفين بالشكل ده زي ما انت حابه بقى تعملي. هي دي بصراحه انا بحب اللي هي اللي بتتفتح اتنين ديت اكتر كمان من المدوره. المدوره بنغمس بقى شاي ولبن وحاجات من ديت. واللي هي دي بنحب بقى نعملها سندوتشات كده، بتبقى سهله وبتبقى حلوه لان بتتفتح معاك، ولو حطيتي فيها جبنه ما مش بتطلع منها. لكن المدوره ديت ممكن انت تحطي اتنين على بعض وتحطي الجبنه ما بينهم عادي، ما فيش اي مشاكل. هعمل بقى كمان الطريقه ديت بقى بتاعت الله يرحمها، هي اللي ما كانش فيه قطاعات ولا كان فيه حاجه، فكانت بتعملها لنا زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. كانت يعني بصراحه العشق كله في ديت احلى من بتاعه القطاعه كمان. بس دلوقتي بقى فيه قطاعات وحاجات من دي، الاول ما كانش فيه القطاعه ولا الكلام من ده، وكانت بتعملها لنا بالطريقه دي. كملت بقى بقيه العجينه باللي هي المدوره زي ما انت شايفه كده. إيه اللهم صل على النبي. شايفين السمك بتاعها حلوه ماشي رقيقه، لان انا عايزاها قرص طريه. يبقى كده اعتبر ال2 كيلو دقيق، واخدين معايا كوبايه من السمنه. عايزه تحطها سمنه ماشي، عايزه تحطها زيت ماشي، على حسب ما تحبي انت. فردتهم كده على القماشه بتاعتي وغطيتهم، تقلت عليهم بالبطاطين وغطيتهم كويس قوي. وزي ما انتم شايفين نتيجه الخمر بتاعهم جميله وزي الفل. خرمتهم كده بالشوكة، والفرن بتاعي حامي ومولعاه يعني قبل ما اخرم البكاكين بتاعتي علشان خاطر ما اطلعش بيهم ويسقعوا مني وكده. والتخمير ما شاء الله عليه. شايفين الجمال؟ شايفين البكاكين بتاعتي خمرانه وقبه معايا ازاي من قبل ما تدخل الفرن؟ شكلها اصلا بيتكلم عن نفسها. بزقها في الفرن كده وبقفل عليها، وعلى طول اقلب من الناحيه دي للناحيه دي، لان انا عايزاها ما شاء الله. شايفين القعر بتاعها كمان جميل ازاي؟ انا عايزاها كلها تاخد لون واحد، مش ان انا اسيبها تاخد لون من شقه والجنب التاني يعني ما ياخدش اللون. ما تبقاش زي بعضها. انا بقلب على طول علشان تبقى كلها نفس اللون زي ما انتم شايفين بالطريقه دي. اهو يعني ديت واللون ده الجنب ده الشقه دي الجنب ده اخد اللون ده، فالف كده عشان الجنب التاني يبقى نفس اللون. شايفين بسم الله ما شاء الله اللون من فوق ومن تحت حاجه كده تفتح النفس، وحاجه زي العسل، وريحتها بقى ما اقولكيش ما شاء الله عليه. ارص بقى الصينيه بتاعتي على طول كده، ودايما على طول الفرن بتاعي شغال، ما بياخدوش معايا 5 دقايق صينيه تطلع والصينيه التانية هي بنفس الصينيه، بس بوزع كده على طول وبفرد في الصينيه على طول. في ثواني بكون مدخلاها الفرن على طول، مش بطلعها من الفرن، على باب الفرن زي ما انت شايفه كده. وبرص الصينيه بتاعتي واتني زقها على طول. بسم الله ما شاء الله. شايفين الجمال؟ شايفين اللون الحلو؟ ده نتيجة للتخمير الحلو ونتيجة العجن الكويس بتدي معاكي النتيجة الحلوة دي بقى اللي هي القرص بتاعتنا اللي هي المشكلة اللي انا عاملينها زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله. شايفين العجينة القرص بتاعتنا طرية وجميلة وزي الفل وحاجة تفتح النفس. هقلب كده عشان تاخد كلها لون واحد، ولما تحمر معايا وتاخد اللون الحلو ونطفي بقى بالفرن بتاعنا، ويبقى كده دي اخر صينية معايا هعملها. ونشوف بقى البكاكين او القرص الطرية بتاعتنا ما شاء الله. شايفين الجمال والحلاوة ما شاء الله؟ شايفين بقى دي انا زي دي بقى اللي انا بحبها اكتر كمان من المدورة. شايفين طرية وحلوة ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. بألف صحة وهنا وعافية على قلوبهم، اللهم امين يا رب العالمين. بسم الله ما شاء الله. طرية وجميلة وزي الفل.
أتمنى لو وصلتوا معانا لهنا ما تنسوناش في لايك وشير. ربنا يبارك لي في عمركم يا رب، أحسن إخوات في الدنيا، ما تحرمش منكم أبدا ولا من تعليقاتكم الجميلة. شايفين بتتفتح إزاي؟ يعني لوحدها كده بسم الله ما شاء الله، لا هي لازقة ولا أي حاجة، ولا بتحتاجي تفتحيها بسكينة، مفتوحة لوحدها. صلاة النبي حاجة كده زي العسل ما شاء الله. شايفين الجمال أهي، شايفة أهي بكل سهولة مفتوحة معاكي، بتحشيها بقى زي ما انت حابة. واترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.